السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء، يا رب كلكم تكونوا بخير. حلة محشي كرنب تستحق متابعة قناة أكلة وسهرية. زبدة مستوي جدا، عايزة أقولك بيتكلم عن نفسه بأقل كمية طماطم. شايفة الرز؟ بأقل كمية خضرة، رز دايب محشي من الألف إلى الياء بتسوية بتست رهيب جدا بطريقة مبسطة جدا. أقل كمية استخدام للطماطم، أقل كمية استخدام للخضرة. حلة محشي مش محتاجة كارد يا جماعة، بإمكانيات وبطريقة بسيطة جدا وبطريقة مبسطة جدا عملنا حلة المحشي دي. الطريقة وإيه المقادير ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. ازاي تختاريها؟ أولا ما تحاوليش تجيبيها منقطة، ما شاء الله ورقها من جوه كويس جدا. شايفه ورقتها ناعمه خالص ازاي. حبات، عايزه اوريكي حبات الندى عليها. شايفه حبات الندى عليها. هنبدا نسلقها. طريقه مش سهله لكن الفيديو مختصر جدا. مبدئيا دي ميه، معلقه من السكر، هنضيف عليها معلقه من الملح، واول ما تبدا تسخن هننزل بالكرنب. اول ما تبدا الميه تنمل بالشكل ده الكرنبه، وهنزل بيها من على العروق من هنا علشان العروق تطرى وتستوي والكرنبه تبدا تفكك معايا. اول ما تقلبيها بالشكل ده هيبدا الورق يتفرفط منك. ما تسويهوش قوي في السليق عشان تعرفي تتحكمي فيه وانت بتلفيه. دي ورقه الكرنب المثاليه للسلق، ماسكه نفسها تقدري تتحكمي فيها. طيب المرحله دي بتاعت حضرتك ازاي؟ يعني بتقطعي الورقه المناسبه لحضرتك، عايزه الصباع كبير، عايزه الصباع صغير. فالفقره دي بقى حضرتك بتعملي الكرنب على حسب حضرتك بتحبي الصباع قد ايه. علشان اعمل تسبيكه اقتصاديه في ظل الخضره الغاليه، الطماطم الغاليه، ممكن اعمل ايه؟ ده كيلو من الطماطم، هضيف عليه فلفلتين 2 حمر. اولا بتديله قيمه غذائيه، ثانيا بتديله ريحه ويديله لون مش طبيعي. بصل للتسبيكه غير البصله دي، عشان البصله الحمراء بيبقى طعمها في الاكل حلو مع الفلفلايه، هنضيفها مع الخضره عشان نكتر الخضره. قناة عندي بعمل تفريزة الطماطم من السنة للسنة. لما بتكون الطماطم ب3 جنيه وب5 جنيه وب2 جنيه ونص، بجيب العداية الطماطم واظبطها ونزلتها على القناة عندي كتير جدا. تسبيكة الطماطم دي بستخدمها لما الطماطم بتغلى. فده تسبيكة من الطماطم مع كيلو من الطماطم. كوباية من الزيت، هضيف عليها معلقة من الدهن الضاني. يا جماعة هو ده المحشي، وخصوصا لو كان كرنب. معلقة محترمة من الدهن الضاني هنزل بيها على الزيت بالشكل ده. اهم خطوة اني اسيب الزيت يسخن عشان عايزة طشة البصل. هنزل عليه ب3 بصلات كبار. هي دي الخطوة اللي انا محتاجاها. هي دي تتبيلة البصل. الطماطم اللي احنا ضربناها هنضيفها على البصل، ودي الصلصة. ولان هي حمرة جدا فانا مش هضيف الصلصة كلها، انا هكتفي بس بنص الكيس. هيعمل لك صلصة هتشوفيها معايا قد ايه لونها حلو جدا، قد ايه متسبكة، قد ايه تستحق قناة أكلة وسهرية المتابعة. هضيف على الطماطم معلقة من السكر، هضيف عليها معلقة كبيرة من الملح، وهسيب التسبيكة تظهر المادة الدهنية بتاعتها وبكده تكون اتسبكت. لما تتسبك الطماطم هنبدأ نجهز الخضرة. الفلفلاية دي سبايسي، حضرتك عايزاها باردة فبيرجع ليكي انتي. بس المحشي لما بيبقى سبايسي بيكون طعمه رائع جدا. هضيف عليها البصلة وهفرمها فرم مش ناعم. يا جماعة يا جماعة، وهي دي الخطوة اللي هنزود بيها الخضرة ونخلي المحشي طعمه مفحفح وطعمه مشطشط وطعمه جميل. هي دي التسبيكة اللي ممكن تعملي بيها حلة محشي كرنب طعم وريحة ولون مفيش بعد كده. هنزل بالرز، نص كيلو من الرز، وطبعا على حسب كمية ورق
على حسب كميه الكرنب اللي عندك. نص كيلو كويس جدا. انا ما بضيفش الخضره على الرز يا جماعه، انا بسيب الرز على النار لحد لما الرز يدوب خالص في قلب التسبيكه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. شايفه الرز مع التسبيكه من غير اي اضافات. طيب هضيف ايه على الرز؟ معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، بهارات محشي، بهارات مشكله للمحشي. هضيف الخضره بعد ما قطعناها، وهضيف البصل مع الفلفل اللي فرمناه في الكبه. والفلفل هيخليني استغنى عن الشطه. يا جماعه قلبي بقى. ورقه بحب افردها في قلب الحله علشان تحميلي صوابع المحشي. الورق بعد ما قطعناه، طبعا حضرتك المرحله دي بتاعتك انتي، زي ما بتحبي وزي ما بتفضلي صباع المحشي يكون حجمه عامل ازاي. اجمل حاجه ممكن تضيفيها على الكرنب لو احتجتيها الفلفل. محشي الفلفل مع الكرنب حاجه من وراء الطبيعه، بيديله ريحه مش طبيعيه. هنغطيها، هنولع على المحشي قبل الشوربه ب10 دقايق، وهنغطيه بطبق بالشكل ده كده، وهنبدأ ننزل عليه بالشوربه. طيب الشوربه كميتها قد ايه؟ طبعا حضرتك بتنزلي وبتظبطي كميه الملح. المحشي عشان يستوي يا جماعه بياخد ساعه على النار. اهم حاجه في تسويه محشي الكرنب بعد نص ساعه من غليانه اهدي خالص واسيبه النص ساعه التانيه يستوي براحته. استوى المحشي والريحه بتتكلم وبتقول انا استحق متابعه قناه اكله وسهريه. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم في فيديو تاني جديد.